لهذا الإمام الصادق سلام الله عليه يعطى حديث عجيب غريب. الحديث يقول: إن جدي الحسين متعلقا بعرش الله يقول: إلهي أنجز لي ما وعدتني. يعني شايف أنت متكض الضريح وتتوسل تتعلق به، يعني ماسكه: إلهي وفقنا، سامحنا بحق هذا القبر، بحق صاحب هذا القبر. مو شايف البنت متكض عباءة الأم، يقول متعلقة بعباءة الأم. أبو عبد الله كاظ العرش، شيء من العرش، يقول: إلهي أنجز لي ما وعدتني. وان أكو شيء هو الحسين سلام الله عليه ما حصل عليه، أكو شيء. شنو تريد مولانا؟ العهد بينك وبين الله إمامة حصلت عليها. قال: لا ينال عهد الظالمين الإمامة، وأبي عبد الله ليس بظالم، حصل على الإمامة ولما حصلوا عليها، هذا عهد من الله الإمامة. شنو تريد؟ شنو الوعد بينك وبين الله؟ الشهادة حصلت عليها، لأجعل لك منارة يغبطك الخلق عليها، حصلت عليها مولاي. أبو الشهداء حصلت عليه، ابن الشهداء حصلت عليه، الشفاء بتربتك حصلت عليه، جعل الأمة من ذريتك حصلت عليه. شنو الرايدة مولاي أبو عبد الله؟ يتبين هنالك وعد من الله لأبي عبد الله، والحسين يقول: إلهي أنجز لي ما وعدتني. بس شنو يقول أنجز لي ما وعدتني؟ هل كلام عابر أم بشهقة وبكاء وحزن؟ شنو هذا العهد وهذا الوعد الإلهي للحسين؟ شنو؟ قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال لأم موسى: إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وعد. وقال الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وعد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل انتظروا إني معكم من المنتظرين. وعد. منو هذا؟ هو هذا نفسية القرآن اللي قاعد يتكلم عليه، هو الله موعده للحسين سلام الله عليه، نفسيته. منو هذا الوعد اللي أبي عبد الله يطالب؟ هذا الوعد تعرفون ايش اسمه؟ يسمونه الطالب. ليش؟ لأن الحسين صاحب الطلب. إنما خرجت لطلب. شو يريد أبو عبد الله؟ الله وعده بأن هذا طلبك يتحقق. علي من يتحقق؟ على يا صاحب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. هذا الوعد. يا حسين سيؤخذ ثأرك القائم من آل محمد، إلهي أنجز لي ما وعدتني. اللي لما ضجت الملائكة بالبكاء وقالوا: إلهي حسين يقتل، قال: انظروا خلفكم. وإذا التفتت الملائكة وشخص واقف قائم يصلي ويكبر ويستغفر ويهلل لا إله إلا الله، قالوا: من؟ قال: بهذا أخذ ثأر الحسين. هو هذا الوعد الإلهي، ووعد من الله لأبي عبد الله إنه ثأره يكون على يد مولاي صاحب الزمان. ولهذا هو ماذا؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، على وزن فاعل، أي إن أبي عبد الله إلى الآن يطلب الإصلاح لطلب لطلب لطلب. المحقق لهذا الطلب منه هو ولده صاحب العصر والزمان. ووعد الله لأبي عبد الله هو الرجعة: لترجعن لعالم الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. شوفون أبو عبد الله كما في الرواية مولاي ماسك العرش ويقول: إلهي أنجز لي ما وعدتني. أي وعد؟ وظهور مولاي صاحب العصر والزمان.